صباح الخير. حبيت اشارككم النهارده الروتين بتاع يومي واوريكم انا فطرت ايه النهارده. وطبعا انا بحاول اهتم يعني بموضوع الفطار والحاجات الصحيه الغذائيه نظرا طبعا لظروفي الصحيه وكده. وكمان عشان اي حد ممكن لو شاف الفيديو ده يستفيد. يعني انا الحمد لله رب العالمين كنت مريضة كانسر، سرطان الثدي يعني وكده، فعملت عملية والحمد لله تمام، وخدت كيماوي واشعاعي، ودلوقتي باخد علاج الهرموني. فبحاول ان انا افطر فطار صحي يعني الى حد ما. فجبت علبة زبادي وحطيت عليها معلقة بذر كتان صغيرة، وتقريبا نص معلقة بذور شيا، ومعلقة عسل، وقلبتهم و... واسيبهم شوية طبعا. وبعد كده ايه يعني افطر بقى بيها. يعني قلت بقى كمان اسلق لي بيضتين كده بلدي واعمل الشاي. وده زيتون انا كنت مخللاه، كنت عاملاه من قبل رمضان كده بكام شهر يعني. الزيتون ده بعتز بيه قوي لانه انا جايباه من عند خالي بالبلد، من المزرعه بتاعت خالي بالبلد. بس خللته بقى كده وخدت منه شويه وظبطت الطبق بتاعي. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت طبعا قطعت طماطم وقطعت فلفل احمر، وقلت اطلع في البلكونه. بس طلعت في البلكونه كده، قلت ايه اسقي الزرع بتاعي. وده ده عود نعناع كده طالع لوحده، وده نبات العطر ده ريحته جميله قوي. يعني قلت اخد جوله كده في البلكونه قبل ما اقعد افطر. يعني سقيت الزرع بقى كده وحطيت في النافوره دي ميه عشان تشتغل. وده النعناع برضو بس ايه اهو. بس يبقى كل الزرع اللي عندي بقى ده صدار، ده برضو جايباه من البلد من عند خالي. وهقعد افطر بقى. جبت بقى كده ورقتين من النبات اللي هو العطري ده وغسلته، وهحطه بقى في براد الشاي الصغنن بتاعي ده اللي انا بحب اشرب فيه الشاي بتاعي. بحب اغليه كده على النار واحب اشرب بقى فيه الشاي. المفروض طبعا الزبادي باكله، انا باكله من بدري اكتر من كده، بس انا المره دي اتاخرت فبصراحه اكلته مع الفطار. انا بحب الشاي قوي، بس مش اي شاي طبعا. خلاص فطرت بقى وقلت ايه هطلع اقعد في الصاله شويه كده لغايه لما اقرر هعمل غدا ايه. قعدت كده وفكرت، وبعدين قررت ان انا اعمل فراخ محشيه، فراخ بلدي محشيه. ده بصل، جبت بصلتين فرمتهم في الكبة وحطيت عليهم فص ثوم مهروس، وحطيت عليهم معلقة صغيرة كده قرفة ناعمة، وحطيت ورقة لورا، وحطيت ملح وفلفل اسود وروزماري مطحون وبهارات فراخ، وحطيت طبعا والملح طبعا. وكل ده عملته في الكبة ضربته، لان انا هاخد نص الكمية تقريبا او ممكن اقول 3/4. هاخدها احطها على النار مع السمنه، سمنه بلدي وشويه زيت صغيرين كده، عشان هعمل طبعا رز بيهم. وبقيه الخلطه دي بحشي بيها ايه كده الفرخه
يعني بعمل لها عمليه تدليك كده من بقيه الخلطه دي، عشان الطعم بتاعها يكون ايه جميل ولذيذ. وانا بدلك الفرخه اهو كده ببقيه الخلطه بتاعت البصل. وهنا بقى طبعا على النار كنت انا مقطعه الكبد والقوانص بتاعت الفرخه وحطيتها مع البصل، وهسيبها بقى تتشوح كويس عشان لونها يبقى ايه، يبقى لونها غامق مش فاتح. كل ما كان لونها غامق كل ما كان الرز بيبقى طعمه احلى واحلى. هنا بقى غسلت الرز وحطيته على الكبد والقوانص والبصل. الرز تقريبا ممكن نقول ربع كوبايه، مش كتير يعني، لان الفرخه المفروض انها متحشيش جامد قوي عشان ما تفرقعش. بس انا برضو فرقعت شويه، مش فرقعت بس خرج شويه رز يعني كده في الشوربه، بس مش مشكله، طعمها جميل جدا يعني. بس كده اهو. حطيت طبعا شويه ميه صغيرين عليها، ما حطيتش ميه كتير عشان عايزاها تقريبا نص سوا. وبعدين بحشي بقى، هحشي الفرخه بقى طبعا من جوه ومن تحت الجلد ومن عند الرقبه. حشيت الفرخه اهيت، وحطيت بقى في حله كده هجيبها هحط فيها برضو معلقه سمنه بلدي كده، عشان هديها كده ايه يعني زي تشويحه كده يعني، مش تحمير ولكن زي تشويحه كده. كل الحاجات دي بتعزز الطعم وبتخلي الطعم احلى واحلى واحلى. احاول اقلبها كده على كل الجوانب. وبعد كده هجيب طبعا الميه، ممكن ميه ساقعه ممكن ميه مغليه مفيش مشكله. طبعا لما سلقت الفرخه حطيت الميه وسلقتها، طبعا خليتها تغلي وبعدين وطيت النار عليها. لما غليت قوي وطيت النار عشان ما تفرقعش او كده. وحطيت طبعا كمان حاجات عليها، يعني بصلايه حطيت عليها، ثوم مفروم، حطيت فلفل اسود، ملح، بهارات فراخ كده يعني، ورق لورا، حبهان بس. وطلعت اهيت وحمرتها كده في الفرن. ودي بقى الشوربه اللي طلعت من الفرخه.